طيب، في شاب زهم علي، اتصل علي أنا تو معرس ما لا يمكن 3 شهور يا دكتور طارق أو 4 شهور، زهم يبكي الحقني يا شيخ، الحقني يا شيخ. ايش فيه؟ قال والله تجادل وتناقش زوجتي على أمر يخص البيت، فحمقت وحمقت ورفعت صوتها، فراحت المطبخ تركض وجابت الساطور حق اللحم. اي والله يقول جابت الساطور ولحقت وراي وطردي انا وياها من ورا الكنبات وطردي. المهم ما صدقت اوصل باب الفله وهجيت شرد. يقول من امس العصر انا الى الان في المسجد وقاعد ابكي وحالتي حاله، وكل ما زمت على واحد من اصحابي ولا من اقاربي قال راح احط على راسها، راح اكسر خشمها، راح فقع وجهها، راح. يقول احترت، قال لي احد الاخوه ازهم على الجبيلان وزهم علي. قلت الان لما تشاورني تطبق اللي انا اقول لك ولا بس كلام؟ قال لا والله انا شيخ انا تعبان. يبكي والله يبكي. قلت هذا البكاء ناتج عن حب ولا عن خوف؟ ايوه صح ولا مو صح؟ صحيح. اما ان يكون خوف ولا حب. فقال بكل صراحه احبها يا شيخ اموت فيها. يبكي. قلت سبحان الله، هذا مصداق قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة. هذا الحب الذي كتبه الله بين الزوجين. قال ما أقدر، وقاعد يتكلم. قلت شوف أنا بعطيك طريقة إن طبقتها والله ابشر بالخير، إن خالفت عاد أنت حر. جميل. قال وش تبغاني أسوي شيخ؟ قلت تكلمتها أمس بعد ما طلعت منها في الليل. قال لا، لما شفت أصحابي اللي يقول اضربها واللي يقول روح ادعس على راسه واللي، قفلت الجوال وقعدت في المسجد قلت ماني مكلم أحد. قلت طيب أبغاك الآن تفتح الجوال تكتب لها رسالة. قال كيف رسالة؟ تكتب لها رسالة. اكتب لها اشتقت إليك علمني أي رسالة حب أموت فيك. قال صاحبه يا شيخ ما. قلت يا حبيبي أنت لا تقول بطبق، اكتب لها أي رسالة حب أي حاجة. قال الله خليك يا شيخ أنت اكتب لي وارسلها وأنا أرسلها لا. الله. قلت لا يا حبيبي ما يصلح، أجل أنت كذاب ما عندك حب خراط. قال لا والله. قلت طلع اللي في قلبك يا حبيبي، طلع. قال ابشر. قلت إذا أرسلتها شوف ايش يجيك من رد وعلمني. قال خلاص. والله فعلا قعدت لي حول يعني 6 دقائق 7 دقائق ويتصل يا شيخ أرسلت لي قالت أنا كمان أموت فيك تعال بسرعة. من دوش الرجال؟ قلت اصبر لا تروح، أبغاك تروح للسوق وأقرب محل ورود وتاخذ بوكيه ورد. قال ليش؟ قلت هي مو حقتك في الساطور؟ قال إلا. قلت قابل الساطور بإيش؟ بالورد. يا سلام. خذ بوكيه الورد واكتب عليه قصيدة كذا 4 أبيات 5 أبيات. قال أنا ما أعرف أنا ماني شاعر. قلت دور كتاب عنترة، وعنترة كان يكتب أبيات من يكتب أبيات بعبلة، فشيل اسم عبلة وحط اسم زوجتك. إيش اسم زوجتك؟ قال فايزة. قلت حط فايزة. ويعاد زوجتك قال كتاب عبلة وعنتر وأشعار. قال لا والله. قلت خلاص واكتبها وارسلها وخذها معك. قال ابشر. وراح الرجل واخذ بوكيه ورد. قلت له اعطينا اخبار بعد ما ادخل البيت. والله يا اخوان والله يا اخوات ما دق علي الا من بكره العصر. اوه مشغول. اي والله. دق علي العصر. قلت الله يهديك انا قايل لك اول ما تدخل بشرني اعطيني خبر. قال والله شيخ اول ما فتحت الباب وشافت الورد داخت من الفرحه، وطبعا عاشوا وخلوا صبيان وبنات.